التشكيلي له رحلة طويلة من الإبداع استطاع خلالها أن يكون متميزا بأعماله الإبداعية وباستخدامه خامة لم يتطرق الكثيرون من الفنانين إلى استخدامها، فهو يعد رائدا متميزا في فن الكولاج، وهو فن الإبداع باستخدام قصاصات الورق والمجلات والجرائد. هذه هي أدواته وألوانه وفرشاته التي يبدع بها. معنا ومعكم اليوم الفنان التشكيلي الكبير أحمد عبد الوهاب يونس. الفنان أحمد عبد الوهاب الحقيقة أعماله بشكل عام فيها زخم جميل مختلف ومتنوع، سواء على مستوى التناول أو التقنيات المستخدمة. فبنلاقي حتى فكرة استخدامه للكولاج هي مختلفة الحقيقة بشكل كبير، بتفكرنا أو بتاخدنا أحيانا لبعض المدارس. طبعا هو تعبيرية رمزية معظم شغله. حضرتك بنلاقي في بعض التناول واخده كمنمنمات، وفي ميل كتير لفكرة التكعيبية. حاجات كتير كمان بتلمس معانا في انه بيتعامل مع اللوحة حتى في مساحات كبيرة فيها براح طبعا، بيتناولها بشكل كأنها عمل موزاييك، وده في دقة طبعا متناهية جدا في شغل ان هو يحول ويستخدم تقنية الورق بان هي تبقى في الاحجام دي، وان هو يقدر يعمل النسق ده بحيث ان هو يطلع في الاخر عمل بيوصل لنا منه رسالة. أنا بعتبره فنان أعماله الفنية ما بتتكررش كتير، وهو فنان مصري، وفنه في الشرق الأوسط كله ما فيش، يعني معظم العالم بيشتغل الكولاج بطريقة مختلفة. هو له لغة تشكيلية خاصة في أعماله. عشان كده أنا مش هتطرق للكلام اللي سبقتني فيه الفنانة منى عبد اللطيف، ولكن هتكلم من خلال سيكولوجية الفنان في إدراكه، في الإدراك اللي هو البعد العقلي المعرفي والبعد المزاجي الانفعالي. لأن الفنان أحمد عبد الوهاب فنان مودي، كل شغله بيتصف أو بيلتزم هو بحالته النفسية. لو احنا دخلنا جوه أغوار حالته النفسية ونلاحظ أسلوب تفكيره وإحساسه وهو بيعمل أو إحساسه العقلي، نجد إن المرونة الفكرية عنده هي اللي بتختلف. هو دايما بيحب إن هو يقعد فترات طويلة معتزل وبينتج أعمال فنية. يعني يمكن الحياة في مصر ما بتتحلوش الجو دوت، زي مثلا لما بيبقى مسافر بره، لان الشغل بره بيبقى عدد ساعات قليل، فده بيديله وقت اطول ان هو ينتج اعمال فنيه. كفنان مبدع جدا، بيستخدم حاجات انا ما شفتش كفنانين كأنا معاصر معاه معظم التوقيتات في المعارض او حاجه زي كده. ما شفتش حد بيستخدم الاساليب بتاعته، ما شفتش حد متقن في عمله زيه، ما شفتش حد يعني بيطلع كل اللي في الحياه في اللوحات بتاعته. بدات اشوف بقى الكولاج ده بره، الاجانب بره يعني على النت والحاجات دي كلها مش عاجبني. يعني اذا كان اللي بيستخدم الكولاج هي حته صغيره، قلت لا انا عايز حاجه. يعني بدات اجرب لوحه في 2، الورق ما طوعنيش قوي، مش هيأس، لان انا عايز اعمل حاجه، عندي اصرار وعندي عايز اعمل حاجه جديده. مع الوقت وبدات اطور في لوح صغيره شويه بشويه. الكولاج بقى فيه يعني عايز واحد يكون عنده صبر فوق ما تتخيل، ودقه، ويكون لماح، لان انت بتاخد الورقه وبتوظفها في مكانها بالظبط. انت بتستغنى عن الالوان، الباليته بتاعتك بدل الالوان ورق، وعشان الورق اجمع ورق مجلات وكتب وتختار اللون بالظبط بالدقه وتعرف اللون ده رايح فين، ومش بتلزق من اول حاجه، لا بتحط الورقه وتحطها. مقتنع؟ لا مش مقتنع قوي، بتشيلها وبتشوف غيرها، بتلزق، بتشوف، بتحط وتجرب حاجه يعني متعبه جدا 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 جدا.
وتبدأ الرحلة من حي مصر القديمة المليء بالمدخلات البصرية التي تعبر بصدق عن روح المجتمع المصري في أسرة مكونة من 6 أفراد، 4 أولاد وبنتان. وكان الفنان أحمد عبد الوهاب مختلفا عن باقي إخواته لاهتمامه منذ نعومة أظفاره بالرسم والأعمال الفنية، مما جعله ينضم إلى جماعة التربية الفنية بالمدرسة. وزاد اهتمامه أكثر بالفن في المرحلة الإعدادية، حيث كان دائم التردد على حجرة التربية الفنية والتودد إلى معلمي التربية الفنية في مدرسته. وقرر أحمد عبد الوهاب أن يقرر مصيره في المرحلة الثانوية وأن يتأهب للالتحاق بكلية التربية الفنية. وبالفعل التحق بامتحان القدرات في الثانوية العامة واجتاز الاختبار بنجاح، وأصبح مؤهلا للوصول إلى حلمه وأن يخطو أولى خطواته إلى عالم الفن الذي يعشقه منذ الطفولة. النشأة بتاعتي مصر القديمة، اتولدت في مصر القديمة، الحي الشعبي الجميل اللي هو غني بكل حاجة، بالناس الحلوة، بالمباني، بالشوارع، بكل حاجة، من أب وأم. احنا 6 أولاد، 4 أولاد وبنتين، أنا رقم 4 فيهم. ومن صغري يعني أنا كنت مختلف شوية، يعني مش شقي ولا حاجة، لكن كان دايما يعني مش هقول زي الناس اللي هي ايه بجيب الوان ومش عارف، لا يعني كانت عيني بتشوف حاجات كده لغايه ما بدات ادخل مدرسه ابتدائي. بدات احب الرسم من خلال الاساتذه بتوع التربيه الفنيه. بدات الالوان تشدني، وبدات هناك زمان على ايامنا احنا كان في حاجه اسمها جماعه الرسم، جماعه الزراعه، جماعه مش عارف التدبير المنزلي. اللي دخلت انا طبعا الرسم، فكان عندي استاذ بقى الله يرحمه حببني في الفن. كان هو بيجيب لنا الوان ونقعد ورق ونقعد نشتغل ويرسم كذا ويصلح لنا بقى. واحده واحده بدات يعني الميول بتاعتي تتجه تدريجيا للرسم. انا بشوف ان هو عامل مدرسه مش مرتبطه قوي، يعني الكولاج هو تقنيه او تكنيك، يعني الفنان حر ان هو ممكن يستخدم ماتيريال الالوان، سواء كانت زيت او اكريليك او الوان ميه او وات ايفر ايه الماتيريال اللي هيستخدمها. هو انا اللي يهمني كمتلقي ان انا لما اشوف العمل توصلني منه رساله ويوصلني منه دهشه بصريه. فهو نجح في ده. فكره ان هو بقى تناول الكولاج ازاي. هو يعني اللوحات كلها بشكل عام، حتى من بدايه المراحل اللي فناننا ابتدى بيها على مستوى الالوان المائيه قبل ما يشتغل في الكولاج، فهي كلها بتتكلم عن فكره التعبيريه الرمزيه. احنا زمان كنا بنبص لمدرس التربيه الفنيه ده هرم، حاجه كده، يمكن انا ابص له، يمكن غيري مدرس رسم عادي او لكن انا كنت بشوف اقعد وحاسس ان هو مثلي الاعلى. وبس هو كان فنان، كان اسمه استاذ احمد الشال الله يرحمه طبعا، كان فنان خطير. وبدا بقى في مسابقات وفي حاجات زي كده. كان اول حاجه احمد عبد الوهاب انه هاتوا احمد، اقعد احمد يرسم لي موضوع كذا عشان في عندنا مسابقه كذا. مع واحده بواحده لقيت نفسي بقيت بحب الرسم، بقيت اجيب الوان، بقيت اجيب حاجات، بقى لغايه ما خلصت المرحله الاعداديه. حتى جيت في ثالثه اعدادي جبت الدرجات 19 من 20، ده اكبر درجه في المدرسه كلها. او في بعد كده دخلت ثانوي. الثانوي اولى ثانوي بس اللي فيها رسم، ثانيه وثالثه ما افتكرش ما كانش فيها. فده غلطه ان بيفصل الطالب عن الاستمراريه في الرسم. وفجاه بعد الثانويه العامه تلقى نفسك في كليه، يعني 2 انقطاع عن الرسم وبعدين انت تخش كليه. نسيت شويه، لا لكن انا كنت يعني ايديا يعني على طول مستمر في الرسم. وكنت بفرح ان انا ارسم لوحه ومن مصروفي اروح ابروزه بره واحطها قدامي، رغم ان هي ايه الوان ربيدو، شويه الوان ميه، حاجات كده يعني على القد. يعني استخدم خامه الورق وتوظيفها وتطويعها في انه يضعها في اطار سليم خاص داخل اطار سليم بمفرداته الخاصه. هو ده احمد عبد الوهاب من وجهه نظري باختصار
في اعماله الفنيه. لما دخلت ثانويه عامه وقدرات، طبعا نجحت قدرات، دخلت كليه التربيه الفنيه، وكان في دكتوره اسمها دكتوره ليلى سليمان، استاذه قسم النحت، هي اللي استضافتني، وهي اللي كانت بتعمل اختبار القدرات للفنانين للطلبه اللي بتدخل. من خلال الكليه بقى بدات منظور تاني خالص خالص، اعدادي وثانوي كده. فيعني بدات بقى في المطبخ الحقيقي بقى. التربيه الفنيه تمتاز بايه؟ انها فيها تخصصات كتير قوي، خزف ونحت ونجاره وطباعه ونسيج واشغال فنيه ومعادن، كل ده بتدرسه في اعدادي كليه. بعد كده في اولى بتاخد تخصص، وفي الثانيه والثالثه. فانا اخدت تصوير، انا بحب التصوير، درست خزف، وده يعني مريت على حاجات كتيره قوي، بس ميولي بدات في الرسم اكتر. انا كنت بعصر اللوحه من بدايتها، من اول ما كانت فكره بالاوت لاين وبالقلم الرصاص لحد ما تمر بجميع المراحل اللي مرت بيها اللوحه. انا بعتبر ما فيش فنان او اطلق على اسم واحد فنان الا اذا اشتغل سرياليه. من لم يشتغل سرياليه هو مش فنان. اما الفنان على اسلوبه الخاص، لان انا ممكن كلنا ابتدانا، انا خريج فنون، كلنا ابتدانا قلدنا عبد الهادي الجزار الله يرحمه، الفنان العظيم دكتور الفنان كمال يقنور، حامد ندى، ولكن في النهايه بيبقى ليك اسلوبك. قد يتخذ من معظم الاساليب الفنيه، وهو ما بعدش، هو خد رمزيه تعبيريه، خد تجريديه تعبيريه، خد سرياليه تعبيريه. اما الشغل اللي هو وظفه بالنسبه للخلفي لفان جوخ في رسم بورتريه ليه او رسم لوحته الشهيره الحذاء، يعني هو حب يجرب شيء. لان انا بعتبر ان اعماله الفنيه اللي هي فيها سرياليه وتعبيريه دي قمه احمد عبد الوهاب. التحق الفنان أحمد عبد الوهاب بكلية التربية الفنية بالزمالك سنة 1979، وأصبح شغوفا بزيارة المعارض الفنية بمختلف القاعات لمتابعة الحركة التشكيلية المصرية على كافة الأصعدة، فكان دائم الحضور لمشاهدة المعارض لكبار الفنانين وقتها، أمثال الفنان بيكار وغالب خاطر وصبري راغب ودكتور طه حسين والنحات عبد البديع عبد الحي ودكتور مصطفى الرزاز وزكريا الخناني، مما جعله مقبلا على إقامة أول معرض فردي لأعماله بقاعة الكلية وهو في الصف الأول. وقد لاقى المعرض اهتمام أساتذته، مما جعله يمضي قدما بإقامة معرضه الفردي في الصف الثاني والثالث. وكان عبد الوهاب من الطلاب المتميزين الذين شجعهم أساتذتهم على المضي في عمل المعارض الفردية بالكلية طوال سنوات دراسته بها. وكانت أعماله الفنية وقتها باستخدام الألوان الزيتية والمائية. وقد تخرج الفنان أحمد عبد الوهاب من كلية التربية الفنية عام 1984، وبدأ الانطلاق إلى عالمه الجديد وأقام معرضه الخاص بأرض المعارض بالقاهرة، وكان ذلك في عام 1985. وقد افتتح معرضه الأول دكتورة ليلى سليمان أستاذ النحت بكلية التربية الفنية، وضم هذا المعرض في جنباته أكثر من 50 عملا فنيا مستخدما فيهم الألوان الزيتية. وكان هذا المعرض الانطلاقة الأولى للفنان أحمد عبد الوهاب. من كتر زيارة المعارض ليا بدأت أشوف كتير من الفنانين الأسلوب بتاعهم، فأنا كنت بحب قوي صبري راغب في البورتريهات بتاعته، ومحمد صبري كمان. لكن على المستوى بقى التانية اللي أنا ما قابلتهمش وبحبهم جدا،
احمد صبري. هو بيملك فلسفة مفردات فنية خاصة بيه، وعنده أدواته الفنية بيستطيع أن يوظفها بطريقة سليمة، لأنه لم يستخدم الكولاج بالطريقة المتعارف عليها كبداية مراحله. لو بصيت لأعماله في بداية مراحله الفنية هتجد أنه بيقص صورة ويلزقها. النهاردة اختلفت الموقف، حول الورق إلى خامة، أصبح الورق هنا خامة زي الزيت وزي الإكليريك وزي الجواش وهكذا. وانا في الجامعه وبعد ما اتخرجت كنت بروح معارض كتيره. حضرت لواحد فنان كبير قوي صبري راغب، وشفته شخصيا، وفي معرض البورتريات عنده تأثيرية، حاجة يعني تحب تتفرج عليه. ده بالنسبة لصبري راغب. في كمان كان قابلت جمال السجيني الله يرحمه. كان قريب من كوبري قصر النيل، وكان قاعد، كنا في الصيف وعديت لقيته قاعد، كان لابس بريه كده وابيض وقاعد والدقن بتاعته، كاني لقيت لقيه ورحت سلمت عليه وبتاع. فنان بالنسبه له، جمال السجيني حاجه يعني حاجه عظيمه يعني. ده كان جمال. وفي كمان الفنان مصطفى حسين كان نقيب بتاعنا يعني. وبعدين في كمان حاجه، فنان اللي ما خدش حقه، بكار، فنان بكار، فنان غير عادي. رحت له البيت عنده وكان هيكتب لي عن البامفلت بتاع المعرض بتاعي، كان هو تعبان، قال لي لا يا احمد روح لدكتور طه حسين، كان عميد فنون تطبيقيه، يكتب لك البامفلت بتاعه. اي فنان طبعا لازم يكون يعني عنده تاثر بمجتمعه والا يكون منفصل. بالعكس الفنان انا شايفه انه لوحاته بيلمس في حاجات كتير حياتيه ومعيشيه، سواء كانت الحياه المعيشيه في يعني المحيطه الخاصه بالفنان كالبيت والحاجات اللي فيها، مثلا بيتناول حتى حاجات فيها اواني وبعض ادوات الطهي. فهو فكره ان هو يوظفها ازاي او يخلق منها عمل متكامل ومتوازن. فهو طبعا متاثر بحياته الشخصيه جدا، ومنها الى الحياه الشعبيه او للحاره الشعبيه المصريه. وفكره كمان البيوت، يعني حتى فكره لما بقول منحوته بصريه، لانه حسيت بده من فكره مش هسميه بورتريه، لا انا مسمياه منحوته، لانه هو خلق المفردات الحياتيه نفسها نبعه من الوجه، فاصبح البورتريه عنده او وجه الانسان مش ملامح، هو اصبح تعبير، اصبح هو بحد ذاته حياه وتكوين لحيوات يعني مختلفه. الزمن الابدي هو زمن اللوحه الخاصه بالفنان احمد عبد الوهاب، والزمن المؤقت هو زمن المتلقي اللي بيتفرج على اللوحه وبيحاول يفك شفرات الابداع فيها. وانا ليه بقول؟ لان اعماله مش كلها مباشره، عنده اعمال سرياليه تعبيريه، عنده اعمال تجريديه تعبيريه، عنده اعمال كثيره رمزيه لانه بيتجه فيها للرمز. احمد عبد الوهاب العلامات التشكيليه عنده بتنقسم لقسمين: علامه تشكيليه موجوده ظاهره واضحه للمتلقي، وفي هناك اختفاء جزء للعلامه التشكيليه عند احمد عبد الوهاب. يجب ان تبحث عشان تصل، ولذلك انا بدات حديثي بسيكولوجيه احمد عبد الوهاب. الالوان عنده الحقيقه فيها زخم عالي، وده اعتقد يعني ده بيضيف للعمل مش بيخصم منه. اللون فيه الوان كتيره، يعني هنلاقي مثلا اللي فيها فكره الكهوله او بعض الدراما، دراما في اللون، دراما في التكوين، فكره انه احيانا بيبقى عايز يتحرر ويكسر الاطار بتاع اللوحه، بنحسه في بعض الاعمال اللي هي فكره بحث عن الحريه، في صرخه بتلمس بشكل عام. خبره اكتسبت منها من كتر شغلي. وبعدين انا لما بتيجي تشتغل لوحه كولاج ما بجيبهاش من الخيال، يعني جزء من الطبيعه. يعني هعمل مثلا لاندسكيب، بتشوف الطبيعه بره، الاضاءه بره ازاي، بتشوف، بتراعي كل كبيره وصغيره. فانت لما بتيجي تشتغل بدور على الورق الفاتح والغامق عشان اقدر العب بالظل صح.
تخيل انت بقى حضرتك لما تجيب كميه ورق قد ايه عشان تقتنع لما تقص الورقه دي انها هتتناسب مع الشغل بتاعك، وتقطع دي وتحط دي وتجرب ده ودرجه اللون دي، لا دي مش عارف ايه، لا دي عشان تجيب الظل والنور. عشان بقول لك كانك بتشتغل باليتة الوان بالفرشه عشان تقدر تجيب درجات اللون اللي انت عايزها. التحق الفنان أحمد عبد الوهاب بالجيش لأداء خدمته العسكرية، وبعدها سافر إلى المملكة العربية السعودية سنة 1987، حيث بدأ هناك في جدة بتدريس مادة التربية الفنية لمدة 4 سنوات. انتقل بعدها إلى مكة حيث مكث هناك قرابة 8 سنوات، أقام خلالها العديد من المعارض الفنية، وأشرف على العديد من المعارض المدرسية، وأقام معارضه الخاصة، وقام بعمل العديد من اللوحات الجدارية بالمملكة العربية السعودية، كما قام بعمل رسم ديكورات لعدد كبير من العروض المسرحية هناك. وتم تكريمه من أمير منطقة مكة المكرمة لإبداعاته التي قدمها للمملكة. وقد حصل الفنان أحمد عبد الوهاب يونس على العديد من التكريمات وشهادات التقدير من الإدارات التعليمية ومدير المدارس بالمملكة العربية السعودية لإنجازاته الفنية المتميزة طوال سنوات عمله هناك. الفن بالنسبه لي فن، اعمل اللي انا عايزه او اللي انا بحبه، ايه اللي بعد كده ما بتفرقش معايا. عملت معرض، انا لو هحط في دماغي ان انا هعمل معرض عشان ابيع مش هعمل فن، انتهى خلاص. انا بعمل اللي انا بحبه ومش مرتبط اقول لك اصل انا عايز كل سنه اعمل معرض، لا لا خالص. انا اخر معرض بتاعي في الاوبرا في قاعه الفنانين التشكيليين في شهر يناير في 2020 اللي فات، بقى له 3 سنين. مش قالوا ان انا عايز اعمل معرض، لا عايز اعمل حاجه اقول للناس اهو في اضافه تاني. يعني مش مستعجل عشان لا، ده انت بتعمل حاجه باسمك، وبياخد اللوحات بتاخد وقت كويس كتير جدا 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 في تجميع الخامه والمواضيع. لكن لو الوان زيت انا ممكن اللوحه بتاخد مش كتير، لكن لوحه كولاج زي ما انت شايف عامله ازاي، بتاخد مجهود قد ايه، تفكير قد ايه، الوقت قد ايه. فانت ما تحسبش ان انت عايز تعمل معرض كل سنه، لا. باللون مش مصدره الورقه، مصدره حسه الفني. لان لو مصدره الورقه فهو هيبحث كثير في الاوراق عشان يجيب حس معين، لكن هو عنده الحس الفني في زمنه هو الخاص. وانا دايما بركز على كلمه زمنه الخاص، لان بعد ما بنسيب لوحه احمد عبد الوهاب بنبقى في زمن تاني، في زماننا احنا. لكن هو لا، احمد عبد الوهاب عنده نوع من التجارب مر بيها كثيره جدا اثقلت الموهبه بتاعته. وبعض اعماله الفنيه لو انت بصيت لها زي ما انا قلت من الناحيه السيكولوجيه، هتحس ان هناك شيء الم بيه وهو طفل مازال موجود ومخزن في اللاشعور، وبيخرج في الاعمال اللي هي السرياليه التعبيريه. الاهتمام شويه، في طلبه موهوبين كتير جدا، بس فين اللي يكتشف؟ فين مدارس المواهب؟ فين الناس؟ حاجات كتيره انا اتمناها ان هتطلع طلبه كتير جدا، وعلى مستوى الفني هيبقوا ممتازين جدا، بس للي يقدر وياخد ايديهم ويكتشفهم صح، زي بتوع الكوره، مدرسه للكوره. طب فين بس هو دوت. انا على المستوى العام نفسي يبقى
الفن يبقى حاجه، لان الفن جميل قوي. الفن في الطب، الفن في الكوره، الفن في الموسيقى، الفن في اختيار اللبس، الفن حياتك كلها فن. إننا أمام طاقة إبداعية متجددة ومشوار فني طويل ورحلة عطاء فنية كبيرة للأستاذ الفنان أحمد عبد الوهاب يونس، وما زالت أعماله ورحلته متجددة.